السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب جميعا ان شاء الله تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. هل علينا بقى الشتاء وروايح الشتاء الحلوة وخضار الشتاء بدأ يظهر في السوق. نزلت السوق اشتريت بقى كده القلقاس، وحبيت ان انا اعمل طبعا في بداية كده ظهور فصل الشتاء كده اكلة حلوة كده لولادي. فعملت لهم قلقاس وعملت لهم لوبيا، وكمان الفراخ بطريقة كده سلقتها وعملتها بطريقة حلوة قوي عشان تاخد الوش الحلو ده. وسلقت معاها لحمة، وكان ده الفيديو النهاردة حبيت ان انا اشاركه معاكم لأي بنوتة متجوزة جديد. يلا بينا نشوف مع بعض كده تفاصيل الفيديو. انا هنا كنت بضرب بصل في الكبة، خدت منه كده حوالي بصلاية. وده كيس المكعب المرقة الفورية حلو قوي، خدت نصه. حطيت شوية من الفلفل الاسود، وكمان رشة حبهان مطحون، وحطيت عليهم شوية ملح. وعايزه معايا الفرختين بتوعي دول غسلهم كويس جدا، نقع في ملح وليمون. انا ما بنقعش غير في ملح وليمون، وممكن رشه سكر كمان. وبعد كده باخدهم اغسلهم بعد ما اشيل منهم اي حاجه انا طبعا عايزه اتخلص منها. وبغسلهم غسله حلوه بقى بالملح من الملح والليمون. واصفيهم. اهم حاجه تصفي الفراخ بتاعتك بعد ما تنضفيها، لان التصفيه دي اي ميه في الفراخ بترد زفارتها يا جماعه. بعد ما تنضفي كويس جدا صفي الفراخ بتاعتك، او امسحيها بورق كلينكس كده، من ورق اللي هو المناديل بتاعه المطبخ. تمام كده. بمسك الفراخ بقى بتاعتي بالبصلايه دي، اتبل قلبها من بره ومن جوه. عايزاها بقى تقعد في التتبيله دي. انا ما كنتش هطبخهم في نفس اليوم، وكنت هدخلهم الفريزر. انا هنا قلت في الفيديو اللي قبل منه كنت منزله البانيه، وكنت عامله تتبيله البانيه. هحط لكم الفيديو في علامه الاي او في نهايه الفيديو. تمام كده. فانا تبلت الفراخ بتاعتي وتبلت البانيه وجهزت كل حاجتي، حطيتها في الفريزر، بحيث ان انا لما اجي اخرج الحاجه ابقى اقف اعمل على طول، مش طبعا لسه بقى هتبل والكلام ده كله. اما تروحي السوق اعملي يوم كده لنفسك، لما تروحي السوق تجهزي حاجتك وتحطيها في الفريزر، واليوم ده اعملي اكل خفيف كده. طبعا اليوم بقى اللي حبيت اخرج فيه الفراخ، بصوا كنت حاطاها بقى كيستها وهي فيها البصله بالملح والفلفل اللي احنا تبلناها. اكلت بقى من طعم البصلايه دي وادت طعم حلو قوي. كان عندي زي كيلو لحمه كده، كان عندي كيلو لحمه في الفريزر. طلعته علشان ان انا اعمل لهم لحمه، لان هما بيحبوا اللحمه مع القلقاس. حتى انا كنت هحطها في القلقاس، قالوا لي لا خليها مسلوقه. ده كيس الكبد والقوانص، وده القلقاس انا كنت مخرطاه وحطاه برده في اكياس وشايلاه في التلاجة كده، ما كنتش حاطاه في الفريزر، كنت حاطاه في التلاجة. وده السلق برده كنت مقطفاه، وكنت مجهزه حاجتي كلها على العمايل. اما بتكوني عامله الحركه دي بترتاحي بجد يعني. غير لما تيجي من السوق بقى وتقعدي تعملي كل حاجه في يوم واحد، لا. يعني جيتي من السوق اعملي اكل خفيف غدي ولادك، وبعد كده اقعدي نضفي الخضار بتاعك، نضفي حاجتك، وبتجي بقى شيليها في الفريزر او شيلي على رف التلاجة الحاجه اللي انت زي الخضار والكلام ده. يلا بينا بقى نشوف مع بعض. هنا اللحمه طبعا حطيت معلقه من السمنه البلدي او من الزبده اللي عندك متاح، ونزلت باللحمه كده، ومعاها نص البصلايه. دي بصلايه كده باخد نصها احطها مع اللحمه تتشوح، والنص التاني بحط له هتشوفوا معايا دلوقتي التتبيله. حطيت شويه من الورق اللورا كده، ورقتين 3. وهرش رشه جوز الطيب، كانت اخر حاجه حتى في العلبه بقول لكم اهو. ورشه حبهان مطحون. انا بحب استخدم الحاجات البودر دي علشان ولادي لو ظهر لهم حبهان صحيح بيتضايقوا، فانا بتلاشى الموضوع ده، بجيب حبهان مطحون وبيبقى ريحته حلوه قوي، وبيبقى طعمه حلو جدا. بس كده هشوح اللحمه. وهنا معايا ميه انا حطوها علشان تغلي، عشان نسلق الفريخ هاخد منها علشان ازود بيها للحمه، لان لما تنزلي على اللحمه انزلي بميه مغليه. هنا عايزاها تشرب شويه السوائل اللي هي نزلتها دي، علشان تبقى تشوحت تشويحه حلوه كده. وبعد كده ننزل بميه سخنه زي ما قلت لكم. طبعا انا كان معايا الميه مغليه كده كده علشان اعمل فراخ، وكنت مزوده، فخدت منها بقى كده للحمه. نزلت بقى بالميه، ولو في ريم هيطلع على الوش هشيله بقى كده من على الوش. وبقيه البصلايه هتشوفوا دلوقتي معايا. هنا بقى الميه بعد ما غليت نزلت بالفراخ بتاعتي. الفراخ دي طبعا زي ما قلت لكم كنت متبلاها، وكنت حاطه لها البصله بالملح والفلفل وشايلها في الفريزر. عايزه اقول لكم الحركه دي ادت طعم حلو قوي قوي للفراخ، كان كل اللي بياكلها بيقول لي طعمها تحفه بجد. وكانت مسلوقه بس كان طعمها مدي على طعم الشوي كده، كانت حلوه قوي. هنا بقى معايا بقيه البصل. خدت بقى زودت البصل عشان هعمل للفراخ. خدت زي كده نص البصلايه اللي هي المفروض ان انا مثلا قطعت نصها حطيته في التشويحه، حطيت عليه بس ملح وفلفل اسود. انا بحط الملح عادي.
اكتشفت ان الملح مش بيأخر تسوية الفراخ اللحمة او الفراخ، عادي خالص. وحطيت نص البصلايه كده، وكده خلاص اللحمة بتاعتي تمام. هنا بقى بقية البصل حطيت عليه لورا وحبهان وشوية فلفل اسود وشوية ومكعبين مرق، وده هنزل بيه في شوربة الفراخ. علشان شوربة الفراخ انا مش حاطه لها لورا ولا اي حاجة، زي ما شفتوا كده شوربة اللحمة انا كنت حاطه في التشويح، حاطه لورا وحاطه حاجات. طبعا نزلت بيها والفراخ بتاعتي بتتسلق بقى واللحمه بتتسلق. هنا اللوبيا كنت نقعاها وهاخدها اشطفها من الميه اللي اتنقعت فيها دي، وانزل بيها في ميه سخنه، وحطيت لها نص معلقه سكر. ليه نص معلقه سكر؟ علشان دي بتمنع الغازات وبتخلي الناس اللي تعبانه من القولون ما تتعبش، يعني دي بتمنع اي غازات خالص. هنا القلقاس بتاعي بقى حطيته في ميه سخنه علشان انا بحب انزل منه اي زفلطه دي او اي مزلقه، وعصرت عليه ليمونيه. تمام، هاخده غلوه واحده على النار، وبعد كده تحت الحنفيه زي ما انتم شايفين كده. تمام، هنزل منه على قد ما ايدي تستحمل، هدعكه بقى كده في بعض وانزل منه اي مزلقه. طبعا خدت بقى الشوربه بتاعه اللحمه، هعمله على شوربه اللحمه مش الفراخ. هنزل بالقلقاس بعد ما غسلته. طبعا هنا الغمقان ده من الكاميرا بتاعتي، فاي حاجه هتلاحظوها كده ولا كده في الكاميرا. هنا بقى معايا السلق، خدته بقى طبعا حطيته في الكبه ضربته، وبعد ما ضربته رحت جايه عصره وخدت الميه الخضراء منه، اهي الميه الخضراء ونزلت بيها. تمام، بصوا لونه الاخضر ده ما تقلقوش خالص، ده دلوقتي هيغير لون خالص وهيرجع للون بقى اللي احنا عارفينه الطبيعي زي ما شفتوا كده في البدايه. هنا بقى خدت التفل اللي انا عصرته ده، تفل السلق. تمام، حطيت عليه بقى ايه، حطيت عليه قبل ما اضربه في الكبه حطيت عليه حزمه واحده من الكزبره، والحزمه التانية انا بدقها مع التوم. طب ليه انت ما حطيتيش الكزبره مع التوم وكله ضربتيه مع بعضه؟ هقول لك يا ست الكل، الخصائص السلق بيسحب اي ريحه حلوه في الكزبره والثوم، ومش بيخلي ريحه الكزبره تبان. فانت بقى ايه يعني قلبي كده يعني حمري السلق مع حزمه واحده من الكزبره بس كده، والحزمه التانية اضربيها مع الثوم. هنحمره لحد ما ياخد اللون ده. واي اقدام فيه انا طبعا حاطه هنا معلقتين من السمنه على معلقه من الزيت. اي اقدام مش هننزل بيه كله، هناخد بس كده ننزل التفل ده بتاع اللي هو السلق مع حزمه الكزبره اللي احنا عملناها معاه، وهننزل بيهم شويه الايدام، هنسيبهم نكمل فيهم بقى ايه. دي حزمه الكزبره اللي انا قلت لكم عليها، اللي هي الطشه الاخيره، ومعاها راسين من التوم كده حلوين متوسطين، ضربتهم جامد. حتى هتلاحظي ان التوم انا مش مبيناه ليه، علشان انا ضرباه في الهاند بلندر. ولادي ما بيحبوش حاجه تبان، يعني بيحبوا ان انا اضرب الحاجه كويس جدا. تمام، هنا ده القلقاس بعد ما نزلت عليه بالسلق، السلق والكزبره اللي هي انا جايبه حزمتين كبار، خدت حزمه حطيتها في السلق الاولاني وضربتها معاه، والحزمه التانية دقتها مع الثوم، ونزلت بقى بالطشه الاخيره كده، خدت من الشوربه بتاعه القلقاس ونزلت على السلق وسبته بقى يستوي مع على النار كده، ياخد له تسويه. وما تتكيش عليه في السوا، علشان القلقاس اليومين دول عشان الدنيا شدت عليه ما بياخدش سوا كتير. تمام، يعني كده ايه، خلي فيه تركه علشان هو هيكمل تسويته في الشوربه. هنا بقى حطيت شويه زيت عليهم معلقه كده من السمنه، ونزلت ببصلايه كده كبيره او بصلتين متوسطين، هخليهم كده ياخدوا اللون الذهبي. ومعايا طماطم ضرباها بالهاند بلندر ومصفياها. تمام، هنعمل اللوبيا. انا هنا عامله كميه صلصه كبيره على نص كيلو اللوبيا، علشان انا هاخد منها لما بكون بعمل صلصه بستغلها واخد منها، اشيل المكرونه اشيلها في كيس كده في الفريزر بتنفعني. فلما بكون هسبك بسبك كميه، اخد منها اللي هطبخ بيه واللي مش هطبخ بيه بشيله في الفريزر. تمام، بعد ما اتسبكت خدت منها كده وشلت على جنب، واللي اتبقى بقى طبعا حطيت اللوبيا نص كيلو اللوبيا فيه، ونزلت كده بقى عليه وحطيت مغرفتين 3 من الشوربه، هسيبها تستوي تكمل سوا في الصلصه. قرب السوا انا مش بعمل لها اي حاجه غير ان انا بحط لها ملح وفلفل اسود بس، وهتاكلي احلى لوبيا خفيفه على المعده، ولا هتتعبك ولا اي حاجه خالص. وهسيبها تستوي، حسيت ان هي محتاجه شوربه هحط لها مغرفتين. بصوا بقى القلقاس بتاعي بعد ما خلص خد اللون الحلو ده. الاقدام اللي على الوش ده يا جماعه مش كتير والله، ده هو مجرد معلقتين من السمنه عليهم معلقه من الزيت، وانا ما زودتش يعني في التحمير. انا اصلا حطيت في السلق هو نفس الاقدام اللي انا حطيته للكزبره. تمام، وزي ما قلت لكم انا بقلي على مرحلتين، السلق بقليه على مرحله، وبعد كده بقلي الكزبره مع التومه في مرحله تانية. ووريتكم برده اللوبيا لما استوت، واللحمه طبعا اهي كمان اتسلقت، وكله بقى جاهز. هنا بقى اخر حاجه هاخد الفراخ، انا مش عايزه احمرها، انا عايزه ادخلها تحت الشوايه.
هحط لها كيس من الصلصه، واحط له شويه كده من الزيت، معلقه رشه من الفلفل الاسود، مش معلقه ولا حاجه، رشه كده. ازازه الزيت كمان خلصت بوريكم بقول لكم خلاص خلص. رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود، نحدق بس الصلصه بتاعتنا دي علشان نعمل كده كفر للفراخ، بيدي طعم حلو وبيخلي الفراخ طعمها كده زي المشويه. وهي الفراخ والله كان كل اللي بياكلها بيقول لي هي دي مش مسلوقه، دي مشويه صح، علشان البصلايه اللي انا تبلتها فيها كانت مديها طعم حلو قوي، مع كمان الصوص اللي انا عملته على الوش ده بالصلصه ودخلتها تحت الشوايه، ادت طعم الشوي كده، كان طعمها حلو قوي. كمان لو عندك صوص باربيكيو بيدي طعم شوي اكتر. كده بقى ده خليتها كده خدت اللون الحلو ده، وهدخلها تحت الشوايه. وبس كده عملنا الفيديو بتاعنا وعملنا القلقاس باسهل طريقه. انا الطريقه دي بجد بحبها. زمان لما ما كانش عندي هاند بلندر كنت بضرب الحاجات دي، كنت بخرط السلق والكزبرة بالمخرطة، والله كنت باخد السلق بعد كده اعصره واخد ميته، وكنت بطبخ عادي يعني، مفيش حاجة بتعطلنا ولا في حاجة بتوقفنا. وده كده شكل القلقاس بتاعنا. وسلقت اللحمة مرضوش يخلوني احطها في الطبيخ، قالوا لي لا احنا عايزينها كده مسلوقة. الفراخ خدت اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده، وده لون اللوبيا برضو شكلها كانت تحفة بجد. وعملت بقى انا رز بشعرية. من الرز بالشعرية مش محتاج ان انا اقولك انا عملت ايه. ده كان الفيديو بتاعنا، ويا رب الفيديو بتاعنا يعجبك، وما تنسنيش بقى في لايك وشير، واي بنوتة تستفاد كده اعملي لي لايك، ويا رب الفيديو يعجبكم. ويا رب كده ان شاء الله ينصر اهل غزة، ويحرر كده يا رب ارضهم، ويرحم شهدائهم. وندعي لهم من قلبنا يا جماعة، ما فيش في ايدنا حاجة غير ان احنا ندعي لهم، ربنا يا رب يصبرهم على اللي هم فيه. يلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.